اقسم بالله العظيم في حاجه غلط، في حاجه غلط بتحصل. ما هو لما يكون معايا لعيبه بالملايين، واداره بتجيب لي لبن العصفور، زيزو هاته وجه، امام عاشور هاته وجه، جريشار هاته وجه، لما تكون معايا انظف لعيبه واقوى لعيبه في مصر بل في قاره افريقيا، ودايما بيراميدز ده عقدتي. يعني انا بسأل سؤال، لما يكون معايا كل الامكانيات والقدرات وما بكسبش بيراميدز اللي كل مره بيسبب لي احراج انا كاهلاوي، هكسبه ازاي؟ هل لعيبته احسن من لعيبتي؟ هل ادارته بتفكر احسن من ادارتي؟ ده انا معايا جمهور، ومعايا اداره، ومعايا فرزه لعيبه مش موجوده، ومعايا خزينه مش عند حد، بسم الله ما شاء الله الكل بيحسد عليها، وبيراميدز بيلعب ناقص ومش عارف اكسبه. بلعب رعونه بتضيع كل حاجه، لكن ليه لحد دلوقتي انا بشوف بيراميدز قدام مني لعبتنا عامله الف حساب، مع ان هو بيراميدز اللي قدام الزمالك بيشيل بالتلاتات. انا عارف في اهلاويه ممكن تزعل مني وتقول لك انا بتكلم عن نفسي، عشان ما تزعلش. انا راجل اهلاوي وقسما بالله معجون بميه النادي الاهلي، ولكن انا بقول مع كامل احترامي وتقديري لبيراميدز، مين بيراميدز اللي بيخليني عامل الف حساب لمباراه زي دي؟ يعني واحد بيقول لي ايه يا عم، ده بيراميدز خد مكان الزمالك والزمالك خد مكان الاسماعيلي والدنيا بقت زي زمان، وده هيفوت لده ومبروك عليهم الدوري. انا ما اعرفش اقول كلمه مبروك الدوري لبيراميدز، ده لو حصلت لا، كابوس خيال. انا عندي الزمالك ياخد الدوري ولا بيراميدز ياخد الدوري؟ العيب فين؟ بالله عليكم جاوبوني، العيب فين؟ العيب في مين؟ في انظف واحسن واقوى لعيبه في مصر بل في افريقيا، ولا العيب في الكولر، ولا العيب في الاداره اللي قراراتها في الفتره الاخيره متخبطه بعد ما اعادت انسحابها ومش هلعب بيراميدز الا لما احسم مباراه الزمالك، ورجعنا لعبنا بيراميدز، لا احنا كسبنا بيراميدز ولا احنا كسبنا اعاده مباراه الزمالك. في حاجه غلط بتحصل. كولر مش هو كولر. كولر بيختم مسيرته مع النادي الاهلي بطريقه ما كناش نتمناها. يعني يا راجل ده مدرب بيراميدز قسما بالله خيالي، رايح جاي رايح جاي عامل زي الفصاده، بعد كده احترم وتقدير ليه، بس ده التشبيه اللي زي انا قمت غسلت وشي مرتين. هو ده مدربين على خط واحد لبيراميدز، ولا هو عمال يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده؟ انت لو بتلعب مباريات الدوري بتاعتك كلها كده، اعتقد كان زمانك حسم الدوري من الدور الاول من بدري خالص. لكن احنا وفرق بنقول 4 نقط، لو كسبنا النهارده خلاص فرق نقطه. بيراميدز معاه 6 ماتشات منهم الزمالك هيفوت له، سيبك منه، معاه 5، لو تعادل وانت كسبت خلصت. يعني انا لحد دلوقتي مش مصدق. ليه مش مصدق؟ لاننا احنا كجمهور دايما حساباتنا بتخالف واقعنا. يعني قبل ما نلاعب بيراميدز في الدور الاول قلنا ايه؟ نكسب بيراميدز خلاص نركب الدوري. ما كسبناش بيراميدز مع ان الفرصه جات لنا في امام عاشور وخلص الماتش تعادل. قلنا الدور الثاني بيراميدز نكسبه وما عرفش نكسب الزمالك وما برضه ما حصلش. عارفين دلوقتي بنقول ايه؟ دي تتعوض في دوري الابطال بس يقابلونا. طب ما احنا هنقابلهم في دوري الابطال بنفس ده يا راجل رؤوف خليف قالها على كبير افريقيا مراجعه نفسه قبل مباراه سان داونز. ليه؟ مباراه فيها 11 راجل ما فيهمش الا مين؟ الا امام عاشور، اللي ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش تعبه وجابها من قبل نص الملعب من تحت عندنا وراح بيها، وربنا سبحانه وتعالى كافئه في الاخر اوفر اترفع والحمد لله جت هدف. ليه لعيبه الاهلي ما كانتش بروح امام عاشور؟ ليه بيراميدز بيلعب 10 ما حسناش انه 10؟ بيراميدز لعيبته عاديه، احمد حمدي، معرفش احمد توفيق، مع كامل احترامي وتقديري يعني، ولكن انت عندك ناس عقودها تشتري دول، مع كامل احترامي والتقدير يعني. ومع ذلك كالعاده بيراميدز مصر على انه يحرج النادي الاهلي ويقول انا الاحق بالدوري.
فهل هنشوف بيراميدز بيتوج بالدوري اللي هيكون هو الدوري اللي عايز اقول ايه، يعني هيكون نكد بالنسبه لنا احنا، الدوري اللي هيكون بالنسبه لنا. لا انا اي ده يا اخي لو طلع الجيش خد الدوري افضل، يعني انا عندي والله الزمالك ياخد الدوري ولا بيراميدز اللي ياخد الدوري، يعني هاتوا وادي دجله ياخد الدوري مش مشكله، لكن بيراميدز لا، في حاجه غلط. حد من الاهلي جاوبنا. انا قلت كلمتين لوجه الله ومش عايز اطول حضراتكم، انتظرونا باذن الله تعالى على قناتنا المفضله لديكم ملعب الكباتن. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.